أهلا بيكم. معاكم شريف المصري وعينا أمين. هنتكلم كده عن بعض الحاجات، يعني مثلا اللي ليها علاقة بالصيام. من وجهة نظري الشخصية هقول على حاجة أنا فاهمها غلط، وهقول هنتكلم كل حلقة على حاجة بعضنا شبهي فاهمها غلط وبعضنا فاهمها صح وبعضنا ما عندوش فكرة عنها. أحيانا بيتقال الصيام هو حاجة علشان أحد الأسباب، يعني حاجة علشان الغني يحس بالفقير، ما ياكلش فترة معينة فالغني يحس بالفقير وجوع الفقير. من وجهة نظري الكلام ده مش صح. الاتنين بيصوموا، لكن بيجي ساعة الفطار الغني بياكل كل اللي هو عايزه، كل اللي هو بيحبه، بدون قيود بدون شروط ايا كان سعرها. حاجة بقى بنستوردها من بره، حاجة بقى بنجيبها من هنا، اسمها كافيار، اسمها حاجة تانية، ايا كان بياكل اللي هو عايزه. لكن الفقير هو بيصوم زيه وبيجي عند الفطار بياكل اللي يقدر يجيبه، مش دايما بياكل اللي هو عايزه. يعني من وجهة نظري فكرة ان هو الصيام عشان الغني يحس بالفقير، انا مش مقتنع بيه. طيب، ليها بديل في خيالي؟ ليها بديل. البديل ايه؟ هندي مثال الاول ان شركة فيها موظفين عندها قواعد وشروط، يعني لازم تيجي الساعة 7 ولازم تمشي الساعة 2. طيب، بصرف النظر عن كفاءة الموظف، في بعض الموظفين بيروحوا في ميعادهم، بيروحوا الساعة 7 ويمشوا الساعة 2. بيعمل ايه جوه؟ دي هنتكلم فيها في حلقة تانية. في حد تاني ممكن يكون شاطر وشغال في قسم المبيعات، شغال في قسم الماليات، ايا كان القسم اللي هو شغال فيه وشاطر، بس مش ملتزم. ما بيروحش الساعة 7 مع زمايله، هو بيروح الساعة 9 الساعة 10. ما بيمشيش الساعة 2 زي زمايله ما بيمشي، هو بيمشي الساعة 12، بيمشي الساعة 11. الشركة في الحالة دي اعتقد ان هي هتفصله، هتنزله مرة واثنين وثلاثة وهتفصله، مع انه شاطر وبيعمل الشغل اللي غيره بيعمله في 10 ساعات هو بيعمله في ساعتين، لكن هو غير ملتزم بقواعد وقوانين الشركة. طيب، ايه علاقة ده بالصيام؟ من وجهة نظري الصيام هو التزام بقواعد حطها لك ربنا سبحانه وتعالى. قال لك لازم تعمل واحد اتنين تلاتة. انت ممكن تكون كويس جدا وبتعمل كل حاجة كويسة وزي ما انت عايز تقول قول يعني، لكن مش ملتزم بقوانين ربنا، مش ملتزم بقواعد الشركه، ما بتروحش في الميعاد اللي هي حطاه وما بتمشيش في الميعاد اللي هي حطاه. فاحد اسباب الصيام هو الالتزام بالقواعد والقوانين بتاعت الدين اللي انا بنتمي اليه، بلتزم بيه. نوع من انواع اظهار الاحترام والتقدير والالتزام بالقوانين دي. يعني دي وجهة نظر، تطلع صح تطلع غلط الله أعلم. إحنا في وعينا أمان، بنحاول نقول أفكارنا مع بعض. شاكر جدا ليكم، وكنتوا معانا في وعينا أمان مع شريف المصري.